بداية الحكاية كانت لما الشاب محمود قرر يسيب حياة المدينة ويرجع لقريته القديمة في صعيد مصر، القرية اللي عاش فيها طفولته قبل ما يهاجر مع أسرته. لما وصل محمود للقرية حس إن في حاجة غلط. المكان كان هادي بشكل غريب وعيون الناس مليانة خوف، لكن ولا حد كان مستعد يتكلم. في الليلة الأولى قعد محمود في البيت القديم اللي ورثه عن جده. البيت كان مهجور بقاله سنين، ورغم كده كان شكله محافظ على حالته. في نص الليل بدأ يسمع أصوات غريبة، همسات جاية من الحيطان، صوت خطوات تقيلة على السقف، وضحكات مكتومة كأنها لناس مش موجودين. حاول يقنع نفسه إن ده مجرد وهم، لكنه حس ببرودة غريبة في البيت، كأن في حاجة بتراقبه. تاني يوم قابل راجل كبير في السن اسمه عم عبد الرازق. كان معروف في القرية إنه أكتر واحد عنده حكايات. لما سأل محمود عن اللي حصل للقرية، عم عبد الرازق رفض يتكلم في الأول، لكنه في الآخر قاله: القرية دي مش زي أي قرية يا ابني، فيها سر قديم، سر لو اتكشف الدنيا كلها ممكن تتغير. بمرور الأيام بدأ محمود يسمع عن أسطورة اللعنة المجهولة. القصة بتقول إن القرية كانت زمان مزدهرة، لكن حصلت حادثة غامضة لما مجموعة من الأهالي لقوا كهف قديم في الجبل اللي جنب القرية. من يومها بدأت المصايب، حرائق عشوائية، اختفاء ناس، وأصوات غريبة بتسمعها القرية كلها بالليل. الكهف اتقفل والناس قرروا ينسوا الموضوع، لكن اللعنة ما انتهتش. محمود قرر يدخل الكهف بنفسه عشان يعرف الحقيقة رغم تحذيرات أهل القرية. لما وصل للكهف لقى نقوش قديمة على الجدران بتحكي عن حضارة قديمة كانت بتسكن المكان. النقوش حذرت أي حد من محاولة دخول الكهف، لأنه بيحرسوا الحراس الليل، أرواح غاضبة بتنتقم من أي حد يتجرأ يقرب من كنزهم الملعون. في أعمق نقطة في الكهف محمود لقى صندوق صغير مصنوع من الذهب، لكنه لما حاول يفتحه الأرض بدأت تهتز، وصوت عميق ومرعب قاله: ارجع مكانك أو تواجه غضبنا. محمود جري بسرعة وخرج من الكهف، لكنه حس إنه مش لوحده، كأن في حاجة بتلاحقه. لما رجع للقرية بدأت الأحداث تزيد. ناس من القرية كانوا بيشوفوا خيالات سوداء ماشية حوالين بيت محمود، والأصوات في الليل بقت أوضح وأقرب. قرر يواجه عم عبد الرازق مرة تانية، لكنه لقى البيت بتاعه فاضي، كأن الراجل اختفى. في النهاية محمود قرر يسيب القرية ويهرب، لكن وهو خارج سمع أصوات أهل القرية وهما بيقولوا نفس الجملة: أنت السبب يا محمود، ما كانش المفروض تدخل الكهف. ومن وقتها محدش شاف محمود تاني. القرية دلوقتي فاضية تماماً، كأنها اختفت من على الخريطة. ختام القصة: إيه رأيكم في الحكاية دي؟ هل ممكن يكون في قرى فعلاً فيها أسرار مرعبة زي دي؟ مستنيين تعليقاتكم وآرائكم في القصة. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم، واشتركوا في القناة عشان قصص زي دي كتير جاية قريب.